السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. طبعا كعادتنا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يلا نبدأ المشكلة اللي جاية لي. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت عندي 27 سنة. أنا وحيدة أهلي، ما عنديش أخوات. البيت كان دايما هادي زيادة عن اللزوم، لدرجة إن الصوت الوحيد اللي كنت بسمعه هو صوت التلفزيون أو صوت عقارب الساعة. بابا دايما مشغول في الشغل، وماما غرقانة في البيت وزياراتها. وأنا في النص ماليش مكان. وأنا صغيرة كنت أتمنى يبقى عندي أخ أو أخت، أزعق معاه وألعب معاه حتى لو نتخانق ونزعق، بس في الآخر نرجع نضحك. كنت أبص لأصحابي في المدرسة وهم بيحكوا عن خناقاتهم مع إخواتهم وأضحك، لكن جوايا كنت بتقطع. كبرت والوحدة كبرت معايا. في الكلية كنت محاطة بناس كتير ضحك وهزار، لكن في الحقيقة ما كانش فيه حد بيسأل عني بجد. كل واحد له دائرته، وأنا كنت اللي موجودة على الهامش. أرجع البيت وأقفل باب أوضتي وأقعد بالساعات أبص في الموبايل، أفتح الواتساب ألف على الأسماء واحد واحد، بس عمري ما لقيت حد أقدر أكتب له أنا محتاجة أتكلم من غير ما أحس إني تقيلة عليه. أكتر يوم كسرني كان في عيد ميلادي ال25. صحيت من النوم وقلت أكيد بابا وماما هيقولولي كل سنة وانتي طيبة، لكن اليوم كله عادي ومفيش حد افتكر. حتى اصحابي على الفيسبوك كتبوا جملة والسلام. قعدت بالليل اطفي النور واشعل شمعة صغيرة لوحدي واقول لنفسي كل سنة وانتي طيبة. وبكيت من جوه قلبي، مش عشان كبرت سنة، لكن عشان اكتشفت اني محدش حاسس بيا بجد. مرة تانية عيد جامد، سخونية وصداع وقاعدة في السرير لوحدي. ماما مشغولة في مشوار وبابا مش في البيت. كنت ماسكة التليفون نفسي أطلب أي حد، بس ما قدرتش. فضلت أبكي وأنا لوحدي، وحسيت إن الوحدة دي بتاكلني من جوه. حتى في المناسبات والأفراح بحس إني غريبة وسط الضحك والهزار، والكل ماسك إيد إخواته أو أصحابه وأنا ماليش غير نفسي. وفي العزا دموعي بتنزل، بس محدش بيمد ايده يمسحها. بقيت بخاف من الليل اللي بالنسبة للناس هدوء، بالنسبة لي عزلة بتخنقني. اوقات اقعد اكلم نفسي عشان احس ان في صوت بيرد عليا. نفسي في حضن صادق اهرب له. نفسي في كلمة انت مش لوحدك. نفسي في اهتمام بسيط، مكالمة، رسالة، أي حاجة تقول إني موجودة. الوحدة بقت مش حواليا بس، الوحدة جوايا بتاكل روحي يوم بعد يوم. عبد الرحمن، سؤالي إزاي أتعامل مع الوحدة دي، وإزاي أملى الفراغ اللي جوايا قبل ما يقتلني أكتر؟ طبعا مشكلة الوحدة دي ومشكلة عدم اهتمام الأهل دي من المشاكل الكتير اللي بيعاني منها شباب وبنات كتير جدا جدا. بص، أنا عايز أقولك متزعليش من اي حاجة او اي مشكلة انت هتتعرضي لها في حياتك. بعد ما تعدي المشكلة هتبقي اقوى من الاول واحسن من الاول. وغير كده للأسف الشديد احيانا ناس بيبقوا حوالينا بس احنا ما بيكونوش موجودين حوالينا. احيانا في ناس بتبقى عايشة معانا بس هم في نفس الوقت مش موجودين معانا. انا عايز اقول لك، طيب انت دلوقتي الكلام ده كله، طب ما تروحي مثلا تقولي لمامتك، تقولي لباباكي، حاولي تحكي معاهم، قولي لهم انا عايزاكم تقعدوا معايا، انا حاسه بوحده وكلام زي كده. لان ممكن هم يكونوا مش منتبهين في وسط المشاكل وفي وسط الاشغال وفي وسط كده وفي وسط الدنيا دي. ممكن يكونوا هم مش واخدين لبالهم، ممكن يكونوا كده. فانتي روحي كلمي مامتك وكلمي باباكي وقولي لهم ان انتي عايزاهم يقعدوا معاكي، مفيش اي مشكلة. وحاولي كلمي مامتك كتير في الموضوع ده، لعل وعسى يعني ترجع وتقعد معاكي وكلام من ده وتديكي من وقتها. انتي بتقولي لي ازاي اتعامل مع الوحدة دي. اشغلي نفسك، قربي من ربنا، صلي، اقرأ قرآن. عايزك مثلا بتحبي حاجة معينة، بتحبي هواية معينة،
اشغلي نفسك على قدر ما تستطيعي. اشغلي نفسك، طول ما انت هتشغلي نفسك مش هتفكري في الحاجات اللي هي حواليكي. مثلا خدي لك مثلا كورس في حاجة في الكمبيوتر، خدي لك كورس لغة، خدي لك كورس في حاجة انت بتحبيها، اتعلمي مثلا حاجة جديدة على الانترنت، اتعلمي مثلا اي حاجة انت بتحبيها من على النت، ضيعي وقت، روحي مثلا تحفيظ قرآن، اعملي هواية او مارسي هواية انت بتحبيها، روحي الجيم، العبي مثلا رياضة. اشغلي نفسك، حاولي تشغلي نفسك، ان شاء الله هتعدي، وان شاء الله هتعدي من الموضوع اللي انت بتحسي بيه ده. ازاي املأ الفراغ اللي جوايا قبل ما يقتلني اكتر؟ اشغلي نفسك زي ما انا قلت لك، العب رياضة، العب رياضة، روحي الجيم، مارسي هواية انت بتحبيها. حاولي يعني اشغلي نفسك على قدر ما تستطيعي. احفظي قرآن، حاولي تقربي من ربنا، وصلي وانت بتصلي ادعي، وان شاء الله باذن الله تعالى هتطلع من اللي انت فيه ان شاء الله باذن الله تعالى. وحاولي برضي انك تحكي مع مامتك وباباكي، قولي لهم على الموضوع ده كذا مرة، لعل وعسى ان شاء الله باذن الله تعالى يرجعوا لك واحسن من الاول. بس ان شاء الله باذن الله تعالى تعدي من الظروف اللي انت بتعدي بيها، وتعدي من الازمه اللي انت فيها دي، وان شاء الله باذن الله تعالى ما تبقيش في وحده وما تبقيش وحيده. واتمنى اني اكون افدتك، ونشوفكم في حلقه جديده، والى اللقاء.